في لحظة كده بتحس إنك مش لاقي نفسك، لا في شغلك ولا في الحاجة اللي بتحبها ولا حتى في يومك العام. تصحى كل يوم كأنك داخل سباق مش عارف أنت هتخرج منه إمتى، وكم الحاجات المتراكمة حواليك بقت عاملة زي الجبل. كل ما تبص له تحس إنك بقيت أصغر وأضعف. بس خلي بالك، ده صوت عقلك الباطن اللي بيقولك أنا مرهق. مرهق على فكرة ومحتاج راحة حقيقية، مش حاجات فيزيكال، لأ، دي حاجات ذهنية ونفسية. في علم النفس على فكرة الشعور ده اسمه البيرن أوت أو الاحتراق النفسي. وده شعور مش مجرد تعب أو ملل، دي حالة بيحصل فيها خلل في كيمياء المخ على فكرة، نتيجة ضغط متراكم ومستمر بدون تفريغ. دكتور كريستينا مسلش، واحدة من أهم الباحثين في المجال ده، بتقول إن في 3 مؤشرات مهمين جدا للاحتراق النفسي. واحد، الإجهاد العاطفي، حاسس إنك فاضي من جوه. اتنين، الانفصال عن الشغل، شغلك ما بقاش ليه طعم. تلاتة، انخفاض الشعور بالكفاءة، حاسس إنك مش نافع في حاجة رغم إنك بتعمل مجهود جبار. وده على فكرة بالظبط اللي بيوصف جملتك اللي بتقول فيها إنك مش لاقي نفسك. طيب خلينا نفهم إيه أسباب الشعور ده. أسباب الشعور ده أول حاجة هو الجهاز العصبي. الجهاز العصبي مش لاقي فرصة يرتاح. والجسمنا على فكرة فيه نظامين عصبيين مهمين. واحد اسمه السمباثيك سيستم، وده نظام الطوارئ اللي بيشتغل أوقات الضغط والتوتر. وتاني نظام اسمه البارا سمباثيك سيستم، أو نظام الراحة والتعافي. الشخص فينا لما بيفضل في حالة شغل وقلق ومهام متكررة، الجهاز العصبي بتاعه بيبدأ شغال على وضع الإنذار طول الوقت. وده بيخلي الجسم والعقل يدخلوا حالة إجهاد مزمن. ومع الوقت الشخص ده بيبدأ يحس إنه مفيش طاقة عنده ولا رغبة إنه يعمل أي حاجة، حتى الحاجات اللي كان بيحبها. تاني حاجة هي التراكمات النفسية، اللي بتساوي بالظبط فقدان السيطرة. لما يكون في شغل كتير أو مهام متأجلة أو متراكمة، العقل بيبدأ يشوفها كأن هي كتلة واحدة، كتلة كبيرة كده مش قادر يتعامل معاها. وده بيودينا لشعور تاني، حاجة اسمها الشلل التنفيذي، الاكزاكتيف ديسفانكشن. يعني الشخص مش عارف يبدأ منين أصلا. الإحباط التراكمي ده على فكرة كل مرة مش بيخلص الشخص حاجة أو مش بيخلص حاجة، بيتولد عنده إحساس بالفشل وعدم الجدوى. وده مش كسل على فكرة، ده عقل مرهق مش قادر يختار فين الأولوية اللي هيبدأ بيها. ثالث حاجة هو غياب الدافع النفسي. الإنسان محتاج دايما يحس إن ليه معنى وهدفه اللي بيعمله دوت، ليه معنى. نفسه يحس بتقدير من اللي حواليه، نفسه يحس بإنجاز حقيقي. لو ال3 حاجات دول مش موجودين بيبدأ يحصل إيه؟ بيبدأ يحصل عند الإنسان